السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. من ألذ الوصفات على موائد رمضان هي الكبيبه الشاميه. طبعا بيعملها بلاد الشام كلها، كل بلاد الشام بتعمل الكبيبه دي، وكل بلد بتقدمها بطريقه مختلفه، فيها تركايه مختلفه. تمام. انا عملتها النهارده. الوصفه دي سريعه جدا ومنقذه، يعني ممكن تعمليها وتفرزيها في الفريزر عندك، تقعد عندك طول الشهر. كل ما تحتاجيها في اي وقت تقدميها، في عزومه، فطار ليكي سريع. هنعمل معاها كمان المسبحه اللي كلنا بنحبها جدا وبنشتريها من المحلات وهي غاليه جدا. الوصفتين سهلين جدا وهتحضريهم ان شاء الله، وهيكونوا وصفه مميزه جدا لو عندك عزومه على مائده الافطار عندك. كل سنه وانتم طيبين، ويلا نشوف عملناهم ازاي. اول حاجه اقول لكم المكونات. انا عندي هنا بصل ولحمه مفرومه وبرغل. لكل كيلو من البرغل ربع كيلو من اللحمه المفرومه. هتقولي لا ربع كيلو قليل، لا مش قليل. ده احيانا فيه انواع من الكبيبه بيتعمل الكفر الخارجي بتاعها بدون لحمه، بيتعمل بالبطاطس. الاساس في الكبيبه الحشوه الداخليه هي اللي بتدي الطعم الخطير ده. ما يمنعش اننا نعمل كفر مظبوط حلو جدا وما يشققش مننا. يلا بينا هنبدا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه انا عندي اللحمه اللي انا بعصجها. لكل كيلو برغل ربع كيلو لحمه في الكفر الخارجي، وبتاخد كيلو ونص من الحشوه. كيلو ونص لحمه انا بعصجها علشان تعملي الكميه مظبوطه وتبقى مظبوطه معاكي زي ما اقول لكم بالشعره. تمام. اول حاجه انا هفرم البصل من الحاجات اللذيذه في الكبيبه، وعلشان تدي طعم لذيذ جدا ان انت تفرمي البصل فرم متوسط. يعني ما ينفعش نفرم فرم اللحمه اللي هنعصجها يكون البصل ناعم قوي، لا احنا مش محتاجين كده خالص. ده البصل شايفين الفرم، انا مش عايزه فرم ناعم، انا عايزه فرم متوسط اهو. طيب لكيلو البرغل وكيلو ونص لحمه متعصجه هنحط قد ايه بصل؟ هتحطي من كيلو بصل لكيلو ونص بصل على اللحمه اللي هتعصجيها. هتقولي البصل كتير، لا مش كتير خالص. البصل بيدي الحشوه طعم خطير وتسكيره لذيذه جدا، هي اللي بتعمل الطعم الحلو اللي بيكون في الكبيبه اللي بنشتريها جاهزه. هحط بقى البصل افرمه، وهحتاج منه مقدار بصله واحده هقول لكم هنعمل بيها ايه. هنا البصل اهو زي ما قلت لكم. هتقولوا كميه البصل، لا مش كتير. التركايه بقى المهمه واللي لازم كلنا نعرفها، كميه الزيت. انا عايزه كميه زيت نعصج بيها اللحمه قليله جدا. هتعصجي بسمنه ما تعصجيش بسمنه، ممكن لو حابه تضيفي حته سمنه صغيره قوي، بس في النهايه كل ده هنصفيه. لازم الحشو بتاع الكبيبه، ومن اسباب فشل الكبيبه احيانا هي كميه الدهون اللي بتكون جوه في الحشوه، فبتخلي الكبيبه لما تنزل في القليه تفك مننا. طبعا ده غير باقي الحاجات او اللي هقول لكم عليها دلوقتي سر برضو نجاح الكبيبه. تمام. خلاص هنبدا بقى نصفر البصله. تاخد يا دوبك لون ذهبي، انا مش عايزاها تغمق خالص، انا عايزاها يا دوبك تاخد لون شفاف. خلاص البصله وصلت للون ده. بصوا انا مش عايزاها زي ما قلت لكم انها تاخد لون خالص، انا يا دوبك بتوصل للون شفاف. انا مش مكتره الماده الدهنيه. طبعا انا دايما بقول ان اللحمه المعصجه بنستخدم فيها زيت مش سمنه. لو عايزه تضيفي سمنه تبقى حته صغيره جدا. علشان ايه؟ علشان ما تتجمدش. لو الاكل اي لحمه بتستخدميها لحمه معصجه، اي وصفه فيها لحمه معصجه لما تبرد لو فيها سمنه خصوصا في الشتاء هتلاقيها اتجمدت. الزيت مش بيخليها تتجمد. تمام. انا حطيت اللحمه كده. بلاش لما تنزلي باللحمه تفضلي رايحه جايه بالمعلقه كده لحد ما تعمليها ناعمه جدا، لا برضو بيبقى طعمها مش حلو. احنا مش عايزين لحمه ناعمه قوي، لا احنا عايزينها كده. بصوا فيها قطع صغننه كده مع بعضها، كتل صغننه علشان وانتي بتاكلي تحسي بطعم اللحمه. بسيبها كده وكل شويه ببدا اقلب فيها بالراحه، ما نقلبش كتير اهو. بصوا شايفين التقليب؟ بنقلب كده. خلاص اللحمه اتعصجت معايا اهي زي ما انتم شايفين شكلها. هنبدا بقى نظبط الملح، رشه ملح. والملح ده بيكون حسب رغبتك، انت بتحبي الاكل الملح مظبوط في الاكل، زياده شويه قليل شويه حسب راحتك. رشه من الفلفل الاسود، وبلاش نكتر بهارات وفلفل اسود وحاجات في الاكل علشان ما تغيرش طعم الاكل مننا. ورشه من السبع بهارات. بلاش نحط البهارات والفلفل الاسود من اول اللحمه اللي حطيناها على البصل، ولا هتسود مننا ومش هتبقى حلوه.
وعلى ما تخلصي اللحمه وتعصجيها مش هيكون فيه ريحه فلفل اسود ولا 7 بهارات ولا اي حاجه، مش هتحسي ريحه ولا طعم للحمه. احنا خلاص جهزنا اللحمه المعصجه، عصجناها كده، وهنبدا نجهز في الكفر بتاع الكوبيبه الخارجي. اول حاجه بنغسل البرغل، بلاش نضيف ميه سخنه على البرغل ونسيب الميه في البرغل يشرب الميه، لا بلاش نعمل كده، وانا هقول لكم هنعملها ازاي. اول حاجه انا بحب اغسله، انا بغسله بميه سخنه سخنه سخنه، بغسله اول مره اهو، وبصفيه وبرجع اغسله بميه سخنه جدا، يعني قبل الغليان بشويه صغيره. بصوا شايفين البرغل؟ بصوا مهما كان المكان اللي انت مشتريه منه البرغل، يعني انا جايباه من عند السوريين، يعني هم اساس البرغل، بس برضو بيبقى فيه الشوائب دي، لازم اغسلها واتخلص منها، اصفيه وارجع لكم تاني. ميه سخنه وبغسل بيها البرغل، لازم نغسله كويس بميه سخنه قبل الغليان زي ما قلت لكم. بصفيه وبسيبه 10 دقايق لحد ما حبايه البرغل تطرى معايا. هرجع لكم بقى وهنشوفها مع بعض. البرغل خلاص كده وحبايه البرغل فتحت معايا وبقى طري، هنبدا نضيف عليه. بصوا اول حاجه شايفين بشر ليمونه، الليمونه دي او بشر الليمون اللي انا بضيفه ده بيضيع خالص ريحه البرغل. البرغل عاده ليه ريحه، لما بنضيف بشر الليمونه دي بتقضي على ريحه البرغل خالص. هبدا اضيف الملح بتاعي، كميه الملح، وظبطي الملح دايما زي ما بقول لك كده حسب رغبتك، والفلفل الاسود 7 بهارات كله مقدار معلقه صغيره. تمام، بقلب الخليط كله على بعضه كده، وبعد كده هبدا اضيفه على اللحمه، وهبدا افرمه في الكبه لحد ما ينعم معايا جدا. انا ممكن انزل اللحمه كده هنا ونقلبها كلها مع بعضها، وبعدين نرجع نحطها في الكبه تاني علشان تتفرم معايا. لازم عجينه الكوبيبه يا جماعه او الكفر الخارجي بتاعها يكون ناعم جدا، لو مش ناعم هتشقق معانا برضو، ولما تيجي تعمليها وتقليها هتلاقيها خلاص، لو بمجرد ما تحشيها وتقليها انت مش هتلاقي لها حل، لكن قبل كده احنا ممكن نلاقي حل. طبعا انا زي ما انتم شايفين بقلبه كله مع بعضه. الطبق صغير فهحطها في طبق اكبر عشان اقدر اتحكم فيها واعجنها مع بعضها، وبعدين ارجع افرمها في الكبه تاني. لو ما عندكيش كبه وعندك المفرمه اللي هي اليدوي حلو جدا، جميله برضو. اهم حاجه لما نفرمها لازم نفرمها ناعم. انا كده عشان المكونات كلها تتجانس مع بعضها، وبعد كده هبدا ارجع افرمها تاني. طبعا حجم الكوبيبه بيكون حسب راحتك وحسب رغبتك. طبعا الشاميين بيعملوها كبيره جدا، بس احنا كمصريين مش بنحبها كبيره ولا بنعملها كبيره، بنعملها في المتوسط، يعني ده الحجم المتوسط. خلاص اهو زي ما انتم شايفين هبدا الفها كده في ايديا. اهم حاجه الكفر يكون رقيق، شايفين كل ما كانت رقيقه بتاخد معايا حشوه كتير جدا وطعمها بيكون لذيذ. بحشيها باللحمه اهو، بسيب حوالي نص سنتي من فوق علشان القفله بتاعتها والبوز اللي انا بعمله كده للكوبيبه. شايفين؟ بصوا ارجع من تحت واقفل كويس جدا. دقيق في بطن ايدي كده، وباخد الكوبيبه معايا كده علشان اقفل بيها معايا وما يكونش فيها اي فتحات. اهم حاجه احذري احذري احذري. احنا خلاص خلصنا الكوبيبه اهي زي ما انتم شايفين، هندخلها الفريزر تتجمد عشان اوريكم بتتفرز ازاي، وبعد كده هنعمل المسبحه ونرجع لكم. يلا بينا نعمل بقى سلطه جميله او حاجه من المقبلات اللي بتبقى لذيذه جدا مع الكوبيبه. هنعمل المسبحه. المقادير بتاعتي انا عندي ربع كيلو من الحمص المسلوق، ويكون مسلوق جدا لحد ما القشره بتاعت الحمص تخرج كده. تمام، عصير ليمون حوالي ربع كوبايه، فصين من الثوم، كمون وملح وتلج، وطبعا المكون الاساسي هو الطحينه. هقول لكم مقدار المسبحه للطحينه قد ايه. لكل كيلو من الحمص بنضيف نص كيلو طحينه، دايما مقدار الطحينه نص مقدار الحمص. ده ربع كيلو، انا هضيف عليه حوالي 8 كيلو من الطحينه. اول حاجه هنبدا نفرم الحمص، وعايزين فرم ناعم جدا. طبعا بنبدأ نفرمه كده، وبعدين نبدأ نضيف التلج بالتدريج عشان يسهل معانا عملية الفرم. هنبدأ نضيف شوية تلج عشان يمشي الدنيا معايا. هبدأ أضيف عصير الليمون، ده حوالي ربع كوباية من عصير الليمون، فصين من الثوم، 2 بس ما تزوديش عن كده، لأن احنا مش عايزين ريحة الثوم وطعم الثوم تكون ظاهرة قوي. ورشة من الكمون، حوالي معلقة صغيرة من الكمون،
والملح، وهبدأ اضيف الطحينة. انا زي ما قلت لكل كيلو نص كيلو من الطحينة، وهبدأ برضو اطحن لحد ما تبقى كريمية قوي قوي قوي. ربع كوباية من الزيت كده. المسبحة خلصت معانا اهي، خلاص هنغرفها وبعدين هنروح بقى نبدأ نشوف الكوبيبة، علشان هي سيبناها في الفريزر شوية هنبدأ نقليها. كده زيت سخن وهنبدأ ننزل بالكوبيبة بتاعتنا. شايفين الزيت لازم يكون سخن. دي اللي كانت متجمدة يا جماعة اهي، انا خرجتها. دي بقى الكمية اهي انا عملتها. دي طبعا هنشيلها في علب او في اكياس، اهم حاجه نفرزها الاول تتجمد، بعدين نخرجها نفككها من الكيس البلاستيك اللي هي بتكون لازقه عليه، وبعدين بنحطها في علب او في اكياس، وبتقعد عندنا في الفريزر ممكن 6 شهور مش هيجرى لها اي حاجه اهي، ولا فكت ولا اي حاجه. زي ما قلت لكم زيت سخن، بعد كده نهدي النار لمتوسطه ونسيبها تستوي، ما نقلبهاش ولا نقرب ناحيتها، وزيت غزير. خلاص اهو بنسيبها تستوي كويس وبعدين بنخرجها. هوريكم بقى شكلها. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وكومنت. اشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة، وكل سنة وانتم طيبين. باي باي.